بطنطا إذا أراد الفارس الأبيض مزاحمة المقاصة على المركز الثاني والإبقاء على الأمل الضئيل في المنافسة على لقب الدوري. الزمالك يدخل مباراة اليوم وهو في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، حيث لعب 25 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 4 وخسر 7 مباريات. وإذا نجح في تحقيق الفوز اليوم سيكون الانتصار الثالث على التوالي بعد الصحوة التي بدأها الفريق بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ثم المصري بهدف نظيف. وخلال التدريب الأخير أكد المدرب البرتغالي إيناسيو للاعبيه أن المباريات القادمة لا تقبل أي نتيجة سوى الفوز، ووجه تعليمات خاصة للمدافعين بعدما راجع معهم أخطاء مباراة المصري الأخيرة. وعلى الرغم من أن المباراة قد تبدو من الناحية النظرية سهلة لأبناء ميت عقبة، إلا أن إيناسيو طالبهم بحسم اللقاء مبكرا لتفويت الفرصة على لاعبي طنطا قبل أن يدخلوا في أجواء المباراة. فهل يفعلها الزمالك ويحقق الانتصار الثالث على التوالي؟ اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن على ايناسيو، هل طور النواحي الدفاعيه لنادي الزمالك على حساب النواحي الهجوميه؟ لكن قبل الاجابه على هذا السؤال، تشكيل فريق نادي الزمالك: احمد شناوي في حراسه المرمى، حسني فتحي في الجبهه اليمنى، محمد ناصف عوده مره اخرى في غياب احمد ابو الفتوح للاصابه، علي جبر ومحمود حمدي، معروف يوسف وطارق حامد، كل من شيكابالا وصلاح ريكو واحمد رفعت، تحت راس الحربه باسم مرسي. نرجع للسؤال. الزمالك في شكل جديد، شكل جديد زي ما حضرتك تفضلت قلت من الناحيه الدفاعيه. في حاجه دفاعيه بتتقال وبتتعمل والراجل كل من محمد خفاجي في غياب محمد جابر، جوزيف بيسا، وامامهم دينيس تيتي. خيارات الكابتن خالد عيد. دي خيارات الكابتن علاء، دي خيارات الكابتن خالد عيد في هذا اللقاء. الدفع بمحمد خفاجي على حساب محمد جابر الغايب عن اللقاء اليوم، نفس التشكيله، تغيير وحيد فقط لا غير عن المباراه السابقه. هو ده الملاحظ في هذا التشكيل في المباراه دي يا كابتن تامر، ان نفس التشكيل اللي لعب بيه قدام النادي الاهلي هو نفس التشكيل باستثناء محمد جابر. اعتقد بقى يا اصابه يا انذارات اكيد لانه بره الفرقه خالص. ومحمد خفاجي دخل. طبعا عايزين نقول طنطا كابتن